قرية قلخوم الكردية المستعربة باسم النهضة. عدد سكانها حوالي 1600 نسمة. مساحة القرية 1400 هكتار. عشائر الموجودة فيها: عشيرة الكيتكان وآل بكلي، وعوائلها عائلة ياسين ومحلي وحسون قرعلي والهنادي، ولهم صلة قرابة مع الشاوة ونعمان وتل جرجة وقع الكلبين وتل الشعير وتل عيشة. تتبع محافظة حلب منطقة الباب ناحية الراعي. تبعد عن حلب شمالا 55 كيلومتر، وعن منطقة الباب شمالا 28 كيلومتر، وعن ناحية الراعي شرقا 10 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية أسرية، ومن الشرق قرية زلف، ومن الشمال قرية سكلزري، ومن الجنوب قرية صاندي. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون وخضروات صيفية، ومساحة من شجرة الزيتون والتين والعنب وفستق الحلبي، وتربية المواشي مثل الغنم والمعز والبقر والدجاج البلدي. كان معظم شباب القرية يعمل في حلب في مجال صناعة الأحذية وورشات خياطة وتصوير سيارات ودهان سيارات ومجال البناء. القرية قديمة، يوجد معالم أثرية على أطراف القرية وكهوف تعود إلى عهد البيزنطة والرومان، وتلقى قطع نقدية بيزنطية أثناء الجرف الترابي مثل كل القرى. المنطقة عانت أثناء الحرب بين داعش وفصائل من خراب القرية ونهب لمدة شهرين، وبعدها سيطرت داعش على القرية. ازدادت المعاناة من اعتقالات وقتل وطلب زكاة المال واختفاء أشخاص بحجة أكراد كفرة، ولا زال مصيرهم مجهول. وبعد عامين أثناء المعارك بين داعش وفصائل المدعومة من دول الاحتلال التركي، هاجر الشعب إلى مناطق آمنة. وبعد احتلال القرية وهروب داعش وعودة الشعب نسبة 70% و30% رحلوا إلى مناطق الجزيرة وكردستان العراق وأوروبا بحثا عن العمل. والآن يقوم مرتزقة سلطان مراد المدعوم لتركيا بالضغط على الشعب. الهدف منه تفريغ القرية من سكانها الأصليين وأسكان شعب من كافة مناطق سوريا والاستيلاء على بيوتهم وأملاكهم.